عليكم ورحمة الله وبركاته مع اخواتي واصحابي وحبايبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واتم سعادة يا رب، وراحة بال. وراحة البال دي بقى اللي انا جاية النهاردة بتكلم على حاجات جميلة. وكلنا فقدنا حاجات منها كتير جدا في الحياة اللي احنا عايشينها حاليا. كل واحد في حاجات كده راحت منه وتاهت منه. بقى في موجود اغلب الوقت في حياتنا خوف. السلام النفسي قل. قلة المزاج، قلة روقان البال. الحياة البسيطة، الحياة الجميلة، الحياة اللي فيها ناس هم كانوا محلينها. كان في السند، كان في الظهر، كان في الحوار، لغة الحوار اللي بنتكلم مع بعض فيها. كان في المشورة لما تشيري حد في موضوع مهم، فاللي هو بيقولك على الصح، مش بيضللك عشان عايزك تشوفي او يشوفك في مستوى اقل منه، مش احسن منه. الزمن مش عايزه اقول زمن وظهر والسنه واليوم. الناس احنا كلنا مشكلتنا فينا، في بعضينا، في الناس اللي حوالينا، في عدم قدرتنا انك تفهمي اللي قدامك، او تفهمي اللي بني ادم اللي قدامك ده نيته ليكي ايه. دي بقت المشكلة، انك ممكن تقعدي مع حد تطلعي له اللي في قلبك بحيث ان هو يشور عليكي، او يقول لك لا 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 ما تعمليش كذا، لا اعملي كذا. وللاسف الشديد ما بتاخديش المشورة الصح، بعد ما بتعملي كلامه بتلاقي نفسك وقعتي وقعة جامدة جدا. ولما تيجي تقولي مش انت اللي قلت لي، هو انا يعني كنت مغسل وضامن جنة؟ معرفش. هو انا يعني انت ومين قالك اسمعي كلامي؟ زي بالظبط فكرة ابليس لما يوقعك في الغلط ويقول لربنا هم اللي اختاروا، انا ما ضربتش حد على ايده. لما ربنا سبحانه وتعالى لما جه يعني قال لآدم يا آدم ما تقربش للشجرة، ما تاكلش، ما تخشش، ما تقربش ناحية الشجرة دي. ولكن برضو احنا اللي بنعمل كده في نفسنا، احنا اللي عملنا في نفسنا، دخلنا في الدنيا وفي هلاكها وفي تعبها ماشي. برضو احنا، يبقى احنا مش الزمن، الناس احنا. لما الابليس بيوسوس للبني ادم اعمل سوي، وبعد ما يعمل ينفر منك، ما تجيش فيه انا مالي، قلت لك اعملي، انا قلت لك اعملي، هو انا قلت لك اكرهي، هو انا قلت لك اتمني ده لحد وحش؟ ما قلتلكيش حاجه، انت اللي بتعملي كده. بقينا في دنيا، وهرجع اقول دنيا هي والله برضو يعني مجمل الدنيا بالنسبه لي الناس، عشان نبقى واضحين مع بعضنا. عايزه اقول لكم على حاجه صغيره وبقت تلفت نظري الايام دي في الموت المفاجئ. لما شفت الممثل الطيب القلب سليمان عيد في الجنازه بتاعته، هتلاقوا كده لاحظوا، او اي حد، بس انا بجيب لكم مثال يعني الناس كلها شايفاه في وقت واحد. ما اقدرش اقول انا انت شفتي عندك فلان الفلاني مين، ما اعرفش. فانا بجيب لك حاجه محطوطه على في دايره الاعلام كل الناس شايفينها، انما ده في منه كتير وملايين الملايين بتحصل في حياتنا كلنا. كل واحد عنده حد عزيز، بتطلعي ورا الجنازه تلاقي الجنازه حزينه، تلاقي الجنازة حزينة. حزينة ليه؟ تلاقي الناس كلها ماشية فعلا مش تقضية واجب. في فرق، ممكن اطلع انا تقضية واجب تحس ان انا وشي عادي كده واتكلم مع اللي جنبي ومع اللي جنبي وماشي في الجنازة، وفي حزن مفيش حد بيكلم حد، مفيش حد طايق يبص في وش حد، كله ماشي كده مكفي، كله ماشي. يجوز بيفكر في نفسه، يجوز بيفكر في الحزن اللي حوالين الناس. هل انا ممكن اخد الرحمات دي والدعاء ده والحاجات الحلوه دي؟ هل انا في يوم من الايام هلاقي البني ادم ده يتكلم عني حلو، او يتذكر لي موقف حلو، او يفتكر لي جدعنه وقفتها منه في لحظه؟ هل انا ممكن، انا عندي رصيد ده، انا عندي ده؟
ده اللي احنا المفروض نفكر فيه. انا لما بشوف الحاجه دي بقول يا رب، ببقى عايزه اطلع من الجنازه او اي حاجه. يا رب انا يعني الناس هتترحم عليا كده، وانا بيدفنوني كده، هيقفوا كده على قبري كده شويه، يستنوا شويه ويدعوا لي، ولا هيمصدقوا يمشوا؟ يمكن ما يستنوش حتى، يا دوبك نزل من هنا واخدين بعضهم، يلا يا عم احنا ورانا مشوار عايزين نمشوا. انما في ناس تبقى واقفه مش قادره تمشي وتسيبك وتقول له كده يا صاحبي، وده يقول له ده موقف، ده يقول موقف، ده يقول موقف، ده يقول موقف، عملوا ده اللي خدوا، ده اللي كنزوا. انما في ناس في الدنيا دي اهم حاجه تكنز القرش القرش القرش. انا بقى ممكن واحد يجيني يقول لي انا مزنوق في الحته الفلانيه والدنيا، طب اي حاجه، مش من غير ممكن ان حد ما يقول لي شايف ان في كارثه جت على بني ادم، انا مالي، مش فيه، كل واحد مع نفسه. حاجات كتير نقدروا لو كلنا في ايد واحده بنقدر نساعد بعضنا، او نهتم باقرب الناس اليك، صاحبك، صاحب عمرك، اخوك، اختك. لو انتوا اخوات صح كلكم بتعمل، مش واحد هو بس اللي يبقى مضحي، هو اللي بيعمل الحلو وطول عمره يعمل الحلو والباقي يتفرج عليه. لا، انا بقول المشاركه، نشاركوا بعضنا، نشاركوا بعضنا في القعده الحلوه. في حد طرح موضوع من الادب، اسمع له، اسمع هو بيقول ايه. مش حديث الزق، حديث في حديث، حديث في حديث، حب نفس. انا عايزه افضل طول ما انا قاعده اتكلم عن نفسي وعن مشكلتي وعن حالي وعن ولادي، انما انا مش فاضيه اسمع لك، ما عنديش وقت اسمع لك. واول ما تيجي تفتح بقك تتكلم يا ابني تعالى هنا، ثواني بس اقوم اعمل ما اعرفش ايه، قله ادب في الحديث. يعني انا سمعتك وقعدت معاك وقعدت اسمع لك وواسيك وطبطب عليك، ولما جت دوري افضي انا كمان معاك كلمتين، ها، قلة الاهتمام، تبص كده وتبص كده وتبص كده وتبص كده وتبص كده. في برنامج لو انتوا تفتكروا انا شفته، اكيد في ناس اتفرجت عليه، بس انا يعني من طبيعتي انا ما بتفرجش حاجه، وانتوا عارفين في رمضان ما بتفرجش، بس بعد رمضان لو ظهرت حاجه ممكن يكون عندي، مش مسلسل ولا حاجه، لا، ممكن برنامج كده جاء قدامي كده لقطه كده، يعني كوميدي شويه، الواحد بيبقى ساعات في مود كده مش حلو كده، فعايز حاجه يسرح فيها كده، يفك شويه او يفصل. ادي لمخي كده عمليه تبريد، برد مخي شويه بس كده علشان اقلها في حاجه شويه. فكان في برنامج ما اعرفش اللي هو بيقول ايه، اهلا يا حبيبي، ما اعرفش انتوا عارفينه ولا لا، ما اعرفش اسمه ايه والله. المهم ده استوقفتني حاجه كده صغيره، خدت يعني حاجه كده من البرنامج. هي لما بيقعد قدام الضيف اللي بيجيبه قدام منه، فبيقعد يتكلم معاه وبيستهزأ بكلامه وبيقول له كلام مش حلو، ويعمل نفسه بيربط الجزمه وهو بيتكلم. في اللي بيطيق، وفي اللي هو بيبرد اعصابه، وفي اللي هو يعني في قمة الاحترام. ويعني انا شفت حمادة هلال صراحة يعني كان رائع في قمة الاحترام ولا هزوا اي شيء، وشفت اللي بيتنرفز وشفت اللي بيقلب الترابيزة في وشه. هو الفكرة دي اللي انا خدتها، احنا نقدر نعمل ايه مع الاشخاص المستفزة في حياتنا. فاسلم حاجة انك لما تلاقي حد مستفز قوي قدامك ما تتعامليش بحمقى وتتعاملي بكده، لا، ده البني ادم ده هو متعمد ان هو يوصلك في حاله وقعك غلط، يوقعك في غلط عشان يحسب عليك. فالشطاره منك انك تتعاملي معاه ببرود، ان ايوه يا حبيبي زي ما عمل، لا صح، انت سقط الاختيار ان انت صح تنقي ضيوفك، لا صح انت ما اعرفش ايه. وكان منهم برضو الله يرحمه سليمان عيد، اتعامل بكوميديا عاليه جدا وضحك وعمل، ويعني الاشخاص دي بتبان في المواقف اللي هي حد انك انا عايز اخرج اسوأ ما عندك. انا جاي في ناس في الحقيقه، مش برنامج، في الحقيقه عايزه تطلع منك أسوأ حاجة فيك، فتفضل ورا منك لغاية ما تخليك، وبعد ما تخليك وحش وبعد ما تطلع أوحش ما عندك تقعد تضحك كده عليك كده وتقول لك انت اللي شفتي انت غلطتي،
والناس تفضل بقى تكتب اخطائك. احنا بقينا يعني ده بنقابله كتير في حياتنا، وده علاجه ان انت ما تقابليش البني ادم اللي بيقابلك بكل ده، خليكي اذكى منه. كمان اللي انا برضو عايزه اتكلم فيه ان احنا ننتبه لنفسنا احنا. عايزه اقول لكل ام وكل ست وكل بنت وكل شابه، عايزه اقول لها والله 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 اللي ما ليس لي غيره ان انا احلف بيه، لو ما انتبهنا لنفسنا وحوشنا رصيد لنفسنا هنكونوا من الخسرانين الضايعين، اللي لما هيجي يوم علينا لا القرش اللي عملتيه في البنك نفعك، ولا العماير، ولا العقارات، ولا الذهب اللي معاكي، ولا كمية اللبس الغالية اللي في دولابك هينفعك بحاجة. احنا عايزين يبقى عندنا الخزاين بتاعتنا مليانة من المعاملات بتاعتنا الحلوة، وقفتنا في كتف بعض، وقفتك في كتف صاحبتك شريكة عمرك. بلاش لما نيجي نقوله لصاحبة، اجي احكي مع صاحبة وقت الضيقة تيجي تعايرني او تيجي تقول لي اليوم ما تشتش اتكلمتي على فلانة. الصاحب يعني صاحب، يعني ايه صاحب من غير، مش لازم اشوف كل يوم، ولا لازم ان انا يعني اكون ماسكه التليفون بيه وماتي. انا ليا ظروف ممكن انشغل عنه، هو ما عنده ظروف ممكن انشغل عنه، بس وقت ما اقول يعني في ديت الو ايوه، هتقولي ايه يا حبيبتي فينك، اقول لا والله معلش، طب شوفي من غير معاتبه. الصاحب اللي ما بيعاتبش اعرف ان ده صاحب. الصاحب اللي ما يقعدش يعاتبك 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 اعرف ان ده صاحب. انما الصاحب اللي يقف لك على الوقفه، على النفس، الصاحب اللي يبقى يعد لك غلطات ويتريق عليك ويطلعك وحش، ما تقولش عليه صاحب. ما تقولش عليه صاحب، مش صاحب. لا، الصاحب اللي يرد غيبتك في ظهرك وانت مش موجود. الصاحب اللي ياخد لك حقك في القعده اللي قاعد فيها. الصاحب ان لما حد يجيب سيرتك يبقى عايز ينط شبه الكلب اللي بينط كده على اللي يجي على صاحبه. ده الصاحب. الاخت اللي لما تسمع عن اختها جابت وعملت وسوت تبقى فرحانه من قلبها، دي الاخت. الاخت اللي تنام تحط راسها على المخده وشاغلها ان اختها عيطت بالليل، اختها حزينه، دي الاخت. الاخت اللي بايدها تساعد اختها وتقول لك لا عيالي اولى. كل دي حاجات مش اخوه. الاخت اللي تخاف من اختها تبص لها في نعمتها، والاخت تخاف من اختها تبص لها على عيالها، وتفضل دي تخبي ودي تخبي ودي تخبي ودي تخبي، مش اخت. الاخ اللي ما بيخبطش على لا اخته ولا على امه ولا على اهله عشان خاطر خيره يبقى لمراته ولعياله، ما يبقاش اخ. الجاره اللي ما تتحملش جيرانها في كل ظروفها، سواء لو غصب عنها حصل منها حاجة أو جالها ناس وجيبوا في شقتها واستحملتها عندها ضيوف، ما اقعدش كل شوية أقول لها الصوت تخبيط الدنيا. يبقى احنا بنتحمل بعضنا. جالك ظرف وجالك ناس وناس بقت السقوفة مسمعة، بس معلش جالها ضيوف، مش مهم، ممكن اخرج من الاوضه دي اروح في حته، ممكن اخد بعضي لو انا قاعده لوحدي، معلش ما افضلش قاعده ابقى متربصه لها على الواحده. جاري ظروفه وحشة وعرفت من بعيد ان جاري ظروفي وحشة، اعمل حاجة حلوة. جايز يكون انا معرفش داخلياته جوه ايه، بس ما يبقاش ما يمنعش اني ممكن ادخل طبق حلو في حاجات حلوة، اكلة عاملاها حلو. يمكن والله العظيم يكون قاعد ماسك حتة اقول لك ايه لقمة ناشفة بيسقيها في حبة شاي
ما تعلمش. ممكن قاعد في شقة شكلا ان ما تعرفش داخل الشقة في ايه، اللي جوه في ايه. كل دي حاجات فينا، فينها؟ فين الحاجات دي كلها؟ فين الحاجات دي كلها؟ ولاد الخالة بيكرهوا ولاد العم، ولاد العم ما بيعرفوش ولاد الخالة. الدنيا كلها بقت سلسلة. انا اراهن ان والله العظيم ثلاثة ان ممكن يكون ليكي ابن خالة او ابن عم، او ممكن تكوني ماشية في الشارع ما تعرفوش، والله ما تعرفيه. ولو شافك ما يعرفكيش، ولو شفتيه ما يعرفكيش، ولو شفتيه مش بتسلميش عليه، وده ما بيسلمش على حد. ايوه كبيرك قوي يعني تعرفي كده ولاد اخواتك، وبعد كده خلاص كل سنه وانت طيبه. منين؟ من نفوسنا. العم ما بيسالش على ولاد الاخ ولا ولاد الاخت، او لو سال روتين بس ما يقدرش يحل لك مشكلتك. استحاله تعرفي تلجئي الخال وتلاقيه واقف ظهره بظهرك وتبقي متاكده ان ممكن يساعدك. لو ليكي ابن خالة او ليكي ابن عم او ليكي ابن كذا وربنا مرضيه وموسع عليه، استحالة ياخد من رزق اولاده ويديكي. يقولك وانا مالي، وانا هشيل همي وهم غيري واساعد ليه؟ انا ربنا مديني اخده لنفسي ولاولادي، مديش حد. انما هو عاوز من ربنا يعوز تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وسابع. هو يعوز تاني لان البني ادم طماع، ياخد بس ما يديش. انما ربنا بيدي. ما قالش ان الله معطي، ربنا بيعطيني فانا اعطي، لا، انا اخد، انا اشبع نفسي وامن نفسي واجيب هنا عربيه واجيب هنا فيلا واجيب هنا شقتين ثلاثه واجيب هنا ما اعرفش ايه واحط فلوس في البنك وشهادات في البنك والبنك يجيب فلوس ودنيا ودنيا ماشي، وابان قدام الناس واسمع مشكله علان ومشكله، ماليش انا مالي. ويوم ما يطلع بقى عشان يعني يبقى له لو حد قصده. عارفين عارفين ايه؟ زي اللي مثلا معاه مليون راح مديكي 100 جنيه مثلا، يعني واحد معاه مليون خدتي منه 10 جنيه او هتبان معاه بحاجه؟ يعني هو كده بالنسبه له مفيش 1%. والاسم ان هو اداكي وقف وعمل. وممكن لو حب يتصدق في وسط ناس كده صحابه بيعملوا حاجة، ماشي خد اسمي عشان يبقى يتقال فلان ابن فلانة، أستاذ فلان. أستاذ فلان ده تصدق بكذا كذا كذا، ده أستاذ فلان ده عمل خير. لا بيدي حرام عشان يبقى له سيد. ده في الآخرة إن شاء الله بإذن الله برضه ربنا بتعرف لما بيجي في الاخره كده اقول له يا رب انا كنت بعمل وبعمل، ما كنتش بتعمل لي، انت كنت بتعمل لنفسك عشان يبقى لك، يقول فلان عمل. بيتعرف. مفيش حاجه بتتخبى على ربنا، ومفيش حاجه في الدنيا ربنا مبقاش عالم بيها، لا عالم بكل حاجه، بكل حاجه. بس احنا اللي اغبياء، فاكرين نفسنا احنا نصحى، فاكرين نفسنا احنا شطار. انما الدنيا ايه؟ ولا حاجه. احنا بنغفل نفسنا اهو. الراجل كان بيعزي في عزا بالليل، زمايله قاعدين مع بعض وبيعزي، ماشي ما فيهوش حاجه. الصبح بيعزوا فيه هو ولا حاجه. ما هو قدام مني انا كمان في حياتي، مش ممثل. ما انا قدام مني في حياتي جوز اختي دخل يا دوبك غسل ايده بالصابونه وقعد على الكنبه بيقول لمراته حضري لي الاكل. الاكل ما لحقش يسخن على البوتاجاز، وكانت نروح قابلت ربها. ايه الدنيا؟ لسه الناس مش عايزه يبقى عندها عظه ليه؟ تحب بعض، تخاف على بعض، بايدي حاجه اعمل. ليه الناس مش عايزه تدخل الفرحه في قلوب الناس؟ ليه بقت حياتنا كلها خوف؟ خوف من بكره، خوف من الزمن، خوف من كل حاجه. ليه الناس ما بتدخلش على كل واحده ارمله الاطمئنان وكبران الخاطر اللي اتحرمت منه؟
ليه الناس ما بتفكرش ان الارمله دي اكتر واحده محتاجه جبران خاطر؟ ليه البني ادم ما بيحسسش على اليتيم اللي فقد ابوه وسنده وظهره؟ ليه البني ادم ما بقاش يحب الخير لحد، عايز الخير كله ليه، ولو شاف الخير في ايد حد غيره يفضل ينعل، مش يعني يفضل يبكت في نفسه، بص ده فلان وفلان، ايش عجب انا، ايش عجب انا، ايش عجب انا، بدل ما يقول والله ربنا يا رب يديهم وادينا يا رب، يعني ادعي. مفيش حد عايز كده. كل الناس بتتصارع، النفوس بقت جواها وحش قوي، ما بقيتيش عارفه يعني تتلاشي ده وما تكلميش ده وتقفلي بابك مع ده. ليه؟ هنعيشوا فين يا جماعه؟ لكن لو فرض بينا الامر، حبي وحدتك. ايوه، اسمعي كلامي والله، حبي الوحده واشغليها انت بنفسك، وامني نفسك من السلام الداخلي، امني نفسك والحقي نفسك. لو لقيتي حواليك الدنيا متعبه، امني نفسك. لو لقيتي نفسك ولادك طماعين وعايزينك ياخدوكي لوحدهم، وعايزين كل حاجة، صحتك وعافيتك ومالك وفكرك، ويوم ما تحتاجي معلش، مش معلش يا ماما والله اصل مش قد، بس مش قد، لا انسي، اجي اعمل، لا ما اقدرش، لا ما اعملش، لا ما اسويش. اوعك تتعبي نفسك. لو فاضنتي منك وقت اعملي، ما فاضش انا ما اجيش على نفسي. وانزلي واشتري نفسك وفكري في نفسك وقولي لنفسك كفايه بقى كده، كفايه قوي كده، كفايه، هفضل لغايه امتى هبقى كده؟ وسعدي نفسك وحبي نفسك واهتمي بنفسك، لان مفيش مخلوق على الارض يعرف يطبطب عليكي. واعملي حاجات حلوه للاخره، انت اللي تعملي. اوعك تفتكري او تفضلي او تقولي ممكن عيالك لو عملوا مره اتنين مش هيعملوا لك التالته والرابعه، الدنيا هتلهيهم. اعملي لنفسك. ينفع يا ميمو اعمل نفسي؟ ينفع، ينفع طبعا. اعملي حاجات لنفسك، صدقات جاريه لنفسك، هي اللي تفضل شغاله طول ما انت مع ربنا، هي اللي تبعت لك الدعاء، وهي اللي تبعت لك، وهي اللي تبعت لك. اوعي تستني عيالك، اوعي تستني اختك تفكر فيكي وتبعت لك صدقه. عمر اختك ما تبعت لك صدقه. عمر اخوكي ما يوم ما هيحود عليه قبرك يزورك، هيكون بيزور حد جنب تربته كده، يقول بالمره اما اروح ابص عليها، انا مش هروح لك مخصوص. اوعك تفكري عيالك بس اللي ممكن يفتكروا يزوروك، يبقى وبرضه الدنيا هتلهيهم. انما ما حدش بيروح القبور الا العزيز الغالي ليه هو. حتى لو طلع يقول لك انا ما بحبش اروح القبور، حرام عليكم تروحوا القبور كده، حرام عليكم، القبور ليها حرمه، لان اللي فيها مش واجعهم، مش وحشهم. احنا كان وحشنا احنا، فاحنا لما جه الموقف جه عندهم، بقوا يحبوا يزوروا القبور عشان اللي فيها وحشهم. بس هم لازم يعني يبينوا لك ان انت غلط، ان هم ناس يعني ايه. انا ببقى فاهمه كل حاجه وبتعايش عادي، بس عايزه اقول لك كده، يعني ما تفكريش ان حد هيجي يزورك او هيجي يفتكرك، ونفتكرك المواقف بتاعتك هي اللي هتفكروا بيكي، مش انت. دايما لما بنفتكروا حبايبنا بنفتكرهم بمواقفهم، بجدعنتهم. بتقولي الله يرحم فلان اللي كان بيقف معايا، اللي كان بيخبط على بابي، اللي كان بيسأل عليا. فأنا حبيت بس الفيديو ده أقول لكم نفوق شوية ونصحى شوية ونعيد ترتيب حياتنا شوية، علشان نخلي حياتنا فيها حاجات تنفعنا. صدقوني، سيبكم من أي حاجة بقى متعودين عليها، المال وده وده وده، لا ده في حاجات أتقل بكتير قوي احنا محتاجينها. الأعمال بتاعتنا وأخلاقنا والود وكل حاجات حلوة محتاجين كل واحد فينا. يا سلام
يا سلام لو كل ما تبنى حياتنا كده ودنيتنا رجعت زي زمان خالص بحبها وبجمالها، بجد بجد هنبقى حاجة تانية خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم ووصل لكم رسالتي. اشوفكم على خير مع فنجان قهوة مع ميمو. باي باي.